رسالة الأهلي. النتيجة احتمال تبان، تمام. النتيجة احتمال تبان، والنتيجة لو بانت تمام، اعرفوا ان في اعداء ليا كتير في الكلية، اعرفوا ان في اعداء كتير ليا في الكلية مش عايزين ننجح، وعايزين مسيرة الحافلة بالنجاحات تتعطل. ليه بقى؟ عشان ما اخدش مكانهم. فلو انا السنة دي ما جبتش تقدير، ده مش تقصير مني اطلاقا، انا حليت وعملت اللي عليا. انا الورقه من كتر الحبر اللي كنت كاتبه فيها كانت تجيله. المراقبين قالوا لي انهم ما كانوش قادرين يشيلوها، لان انا دماغي كلها علم وعلماء، بس في ناس مش عايزين انجح، تمام. فابنكم اهم من اي نتيجه واهم من اي تقديرات. وبعدين مش مهم التقدير، المهم ان ابنكم لما بيبقى ماشي تبقى راسكم مرفوعه، لان الناس بتقدره، الناس بتحبه. انتوا فكرتوا تدخلوا على الفيسبوك بتاع ابنكم صريخ ضحك، صريخ ها ريتش موت، مين الاول على الكليه عنده ريتش زي ابنكم؟ ما حصلش. هاتوا لي حد عنده ريتش، هاتوا لي حد مضحك على مواقع التواصل الاجتماعي غيري عنده ريتش غيري زيي. انتوا ما تعرفوش ان بيل جيتس ده اغنى واحد في العالم يا اهلي، سقط 6 مرات في الكليه بتاعته، سقط 6 مرات. انا عارف ابنه، وابنه قال لي ان ابويا سقط 6 مرات، وبعدين دلوقتي باجي ما جابش، عمره ما جاب امتياز. بيل جيتس جاب مقبول، لان المقبول ده هو تقدير العظماء، المقبول والجيد، تمام. ده تقدير العظماء، وحاليا بقى صاحب مايكروسوفت. فانتوا لو انا جبت مقبول تفرحوا، معنى كده ان انا هبقى صاحب حاجه زي مايكروسوفت، تمام. انتوا تعرفوا ان اللي طلع الاول على بيل جيتس شغال معاه في مايكروسوفت بياخد $1200 في الشهر. وبيل جيتس صاحب مايكروسوفت، مليارات، يملك مليارات، ملايين مملينه. فانتوا معنى ان انا السنه دي ما جبتش تقدير ده مش ضعف مني، انا ماشي على نفس طريق وخطى بيل جيتس. انا خدت طريق العظماء، عرفت طريق العظماء بياخدوه منين. بدايه طريق العظماء المقبول، بيل جيتس اجيب مقبول، اجرب، تمام. لو طلعت الاول وما بقتش زي بيل جيتس هتدوني مليون الدولارات؟ مش هيحصل. بعدين يعني حتى لو انا طلعت الاول على كليتي، اللي هيحصل يعني؟ انا عمري ما سمعت عن واحد عظيم طلع الاول على دايما العظماء بيجوا من تحت. فانا واخد نفس طريقهم، يعني هيحصل ايه لو طلعت الاول؟ هتعين في ناسا، هبقى مبعوث الامم المتحده، هبقى سفير مصر في الاتحاد السوفيتي؟ مش هيحصل. انا ما سمعتش عن حد تجيل في العالم بدأها من فوق، لازم الناس كلها بتاخدها من تحت. فانا ماشي على نفس خطاهم اللي انا ماشي عليه ده. وسقوطي في الكليه وعدم جايبان التقدير جيد ده حاجه حلوه، ده يدل على ان انا خلاص داخل على شخصيه العظماء، ان انا اتحط معاهم في نفس الكتاب. انا ليه مش عايز اجيب تقدير في الكليه؟ انتوا تفكرين يعني صعب ان انا اجيب تقدير؟ سهل جدا اجيب تقدير، بس انا مش عايز اجيب تقدير عشان لما يتكتب عني في كتاب التاريخ يبقى في قصه كفاح، ابقى حسيت بلذة الوصول ليس الا. بعدين برضو رساله لوالدتي، انت السبب لو ما جبتش تقدير. ليه السبب؟ لان انت كنت بتدعي لي بتقولي ربنا يجعل فيك القبول، من ساعتها وانا بجيب التقدير. الدعوة استجابت، ابواب السماء اتفتحت، هعمل ايه؟ ما اقدرش اكسر دعوة امي. فمعنى كده ان انا السنة دي مفيش تقدير في الكلية، لان زي ما قلت لكم ليه اعداء كتير. انا ما انا مخصم مع ابو ابراهيم بتاع الكانتين، وده راجل تجيل جوه في الكلية، ده يقدر يسقطني، بس هو مش هيسقطني ويخليني اجيب مقبول، تمام. فلو النتيجة بتاعتي بانت التقديرات هتكون بالانجليزي، تمام. حرف الاف يعني فاجر، ده فاجر، ده يعني اعلى حاجة في المادة. حرف الدي يعني ديناصور، يعني حاجة مرعبة في المادة، تمام. اما حرف الايه بقى يعني انت شايل، يعني انا مش هجيب ايه باذن الله، مش هجيب ايه، مش هجيب انت شايل، انا هجيب دي اللي هو ديناصور المادة، وهجيب اف اللي هو فاجر في هذه المادة. لكن الايه ده مش سكت، انا مش عايز، انا انت ساقط.